لو التفاحة ما وقعتش على نيوتن كان ايه اللي هيحصل؟ سنة 1666 إسحاق نيوتن قاعد تحت شجرة يا باشا شغال يعيد ويزيد ومشاكله كتير الراجل ويفكر مع نفسه، وهوب توقع تفاحة من الشجرة. وقبل ما أبدأ عايز أقول لك التفاحة ما وقعتش فوق دماغه، دي يا غالي خرافة منتشرة بطريقة فظيعة. هي التفاحة وقعت، بس وقعت فين ما نعرفش، جنبه تحته من على الشمال يمين الله اعلم. والكلام ده مكتوب في كتاب Memories of Sir Isaac Newton's Life. سيبك من اسم الكتاب، والمهم ان التفاحة وقعت من الشجرة. حاجة زي كده اكيد مش هتعدي الحاج نيوتن بخير وسلام يعني، لا هي التفاحة ما وقعتش لفوق ليه؟ طب ما عدتش كده ليه ولا كده ليه؟ ليه وقعت التفاحة لتحت؟ هل في حاجة بتشد التفاحة لتحت؟ وده فعلا هو السؤال المهم، هل في حاجة بتشد التفاحة لتحت؟ والسؤال ده هو اللي خلى نيوتن يتوصل إلى قانون الجاذبية بعد السؤال ده تقريبا ب20 سنة. طب تعالى كده معايا بالراحة نعرف هو نيوتن عمل ايه بالظبط. بكل بساطة يا صديقي الإنسان، نيوتن صاغ العلاقة اللي بتحكم قوة الجاذب بين جسمين، والقانون بتاعه بيعتمد على حاجتين اساسيتين، الوزن والمسافه. كل ما الوزن بقى تقيل بقت جاذبيته اقوى، وكل ما مسافته بقت ابعد بقت جاذبيته اقل. بكل بساطه علشان تفهم معنى الارض، انت كانسان بتنجذب للارض ليه؟ علشان الارض اكبر منك في الحجم، فهي بتشدك، جاذبيتها هي اللي بتكسب. ونفس النمط ينطبق على التفاحه، ما التفاح مش اتقل منك يا ريس. وخلينا نتفق على حاجه، كل الاجسام لها جاذبيه، وكل الاجسام بتنجذب لبعض، بس الجاذبيه دي بتتلاشى علشان في جاذبيه الارض اكبر منهم فهي اللي بتحكم. وعلشان تفهم فكره انه في جسمين عندهم قوه جذب لبعض بس الارض بتمحي الموضوع ده، عايزك في اي فرح تقف جنب سماعه الدي جي ويجيب صاحبك او اي حد يا غالي وخليه يكلمك كده بشويش. هنا بقى حصلت نفس الفكرة، صاحبك بيكلمك وانت مش سامعه، ليه؟ لان الصوت الدي جي اعلى منه فمغطي عليه. هيجي واحد هنا دلوقتي ويسألني انت قلت ان كل الاجسام بتنجذب لبعض صح؟ اقول لك صح. وقلت برضو ان الاجسام الكبيرة تنجذب للاجسام الصغيرة، كلامك صح برضو. طب انا لو جبت بطيخة وجنب تفاحة، مش المفروض التفاحة تنجذب للبطيخة؟ وقبل ما اجاوب عليه راح سألني سؤال تاني حلو، قال لي يا غالي كلامك مش بينطبق على القمر، لان الانسان على القمر بيطفو. طب ازاي بيطفو وهو اكبر من الانسان؟ مش المفروض يشده؟ وهنا صديق الانسان ورطني في 4 اسئله وتقريبا مش عارف ارد صح. لا يا صاحبي هرد عليك وبشويش وهفهمك كل حاجه. بكل بساطه انت لو جبت تفاحه وجنبها اتوبيس مش بطيخه مش هيحصل حاجه، ان احنا قلنا انه جاذبيه الارض كبيره هتلغي الاثنين وخلصت. طيب وفي حاله القمر بقى، هقول لك القمر اصغر من الارض بحوالي 81 مره، بالتالي جاذبيه القمر اضعف واللي بتساوي تقريبا السدس. يعني بكل بساطة لو انت وزنك 60 كيلو على الارض فانت على القمر 10 كيلو. هتيجي تقول لي طب ما استنى برضو 10 كيلو يعني المفروض بنجذب ده نلزق في القمر، ليه القمر مش بيشدني وبطفو؟ وهنا بقى هرد عليك من كلامك، انت قلت ان البشر بيطفو فوق سطح القمر، وده فعلا اللي بيحصل، انت بتطفو كانك بتعوم. فانت لو نعتبر ان ده القمر فانت واقف هنا بتنط لفوق وتنزل بشويش خالص وتنط تاني وتنزل بشويش خالص. القمر بيشدك لتحت ينزلك تاني بس مش بنفس القوه بتاعت الارض. ما هو انت ما بتقعدش في القمر نافش ريشك ساعتين في الجو، يا دوب بتنط ومسافه الطريق وترجع وهكذا. طب في سؤال تاني معانا، هل لو التفاحه ما وقعتش على نيوتن كنا هنكتشف او هنعرف الجاذبيه؟ انا هنا عندي استنتاجين او ردين او زي ما تسميهم سميهم. اول واحد، هل نيوتن كان هيكتشف الجاذبيه من غير ما توقع عليه تفاحه؟ هقول لك وبشكل كبير ايوه، لان نيوتن بدأ فعلا في دراسات عن الضوء والحركه قبل كده، وان التفاحه وقعت عليه ده ما خلقش الفكره عنده، ده يا دوب حفزها بس. المؤرخ العلمي ريتشارد ويستفول في كتابه نيفر ات ريست بيوضح لك ان نيوتن كان مهووس بالبحث عن الحركه الكونيه وازاي بتتم، وان التفاحه دي كانت لحظه تجلي للفكره مش ولاده للفكره من اول وجديد. في نقطه ثانيه برضو في نفس الحته اللي احنا فيها، هل لو التفاحه ما وقعتش كان في حد تاني غير نيوتن هيكتشف الجاذبيه؟ بشكل كبير ايوه برضه، لان العلماء في الوقت ده كانوا بيجربوا تدريجيا من فهم الجاذبيه، لكن محدش جمع افكارهم في نطاق رياضي موحد زي ما عمل نيوتن. هنروح لنقطه تانيه وهنتكلم من منظور ان التفاحه ما وقعتش.
ايه اللي كان هيحصل؟ هنا يا غالي هنقول لك انه ممكن التقدم في الفيزياء الكلاسيكيه والفلك يتاخر له كده 50 60 سنه حلوين، وقوانين الحركه المداريه كانت برضه هتتاخر، وبالتالي كل حاجه مبنيه على الفيزياء الكلاسيكيه من الميكانيكا لحد هندسه الصواريخ كانت هتتاخر. بس خلينا في الاخر متفقين ان لو ما حصلش موضوع التفاحه ونيوتن كان اكيد برضه حد هيكتشف الجاذبيه، والطبيعة هتجبر نفسها على حد انه يكتشف الجاذبية. ابسط مثال يا عمي كانت التفاحة هتوجع على واحد تاني بعديها بفترة والموضوع يبدأ من هنا. وبس كده، معلومة بسيطة تفرق كتير. لو استفدت متنساش لايك والشير، واستناني في اللي جاي.